الفيديو ده هقولك ازاي هنعمل البط بالبرتقال بطريقتي السهلة والسريعة اللي هتخلي اللحم طري والنكهة مميزة. تعالوا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. هجيب كوباية عصير برتقال، ودي برتقانة انا عصراها كاملة في الخلاط علشان اخد اكبر قدر من العصير. معلقة كبيرة من بشر البرتقال، معلقتين زيت، ومعلقة خل، معلقة كبيرة من الملح، معايا التوابل بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وفلفل اسود، معلقة صغيرة من الصلصة، وهقلب الكلام ده كويس قوي، وهضيف معلقة كبيرة من عسل النحل وهقلبه. هركنه على جنب واجيب الكيس الحراري، وانا بحب من جوه احط مادة دهنية علشان اي حاجة تحطيها جوه الكيس ما تلزقش لما تستوي. هجيب البط واعمل فتحات بالسكينة علشان الخليط يدخل في جوه الفتحات دي. هرش فلفل اسود وملح واظبط كده النكهة. بعدين هنزل بالخلطة كلها على البط، واحاول ان انا اوصل الخليط ده في كل حتة في البط. هنحشي بقى بالبرتقال والبصل والطماطم والفلفل ورق لورا علشان برضو ياخد نكهة حلوة من جوه. خلاص كده هدخلها بقى جوه الكيس وانزل عليها كل الخليط ده، واحاول اوصل كل الخليط للفتحات والبطة كلها. هدخلها فرن سخن على اعلى درجة اول نص ساعة، وبعدين هنوطي درجة الحرارة للوسط الساعة ونص الباقية. يلا جربوا البط بالبرتقال بالطريقة دي، وهستنى رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد، وبالهنا والشفا. وانا هنا قدمته مع رز معمر، ان شاء الله هنزل لكم الطريقة لوحدها.